يسعد اوقاتكم متابعينا الكرام. رجعنا لكم من جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو اليوم رح نتعلم فيه طريقة تحضير الكيك الباردي، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. تابعوا الفيديو للآخر ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم إشعار أثناء نشر كل فيديو. المكونات تتكون من 3 علب بسكويت، بالإضافة لظرف كريمة 160 غرام، بالإضافة لظرف صوص شوكولا 100 غرام، بالإضافة لعلبة حليب رح نستخدمها بتحضير كيكة الباردي. نحتاج كوب ونص من الحليب لتحضير الكريمة. طبعا مثل ما قلنا لكم ظرف الكريمة 160 غرام، بإمكانكم تجيبوه من أي ماركت كبير أو أي سوبر ماركت أو أي مول كبير. ها هي الماركة وحاطينكم طريقة التحضير ورا العلبة. وهلا بعد ما جهزنا الكريمة رح نحضر صوص الشوكولا. نحتاج لتحضير صوص الشوكولا، طبعا صوص الشوكولا 100 غرام رح نحط له كاسة ونص حليب. اول شي رح نخفقها على البارد، بعدها بنحطها على النار لحتى يغلي عنا لنوصل للقوام المطلوب او القوام اللي بدنا اياه. وهلا بعد ما صار عنا صوص الشوكولا جاهز رح نحطه مع جنب لحتى يبرد، وبهاي المدة رح ننتقل لمرحلة صف البسكويت. بنحتاج كوب حليب لتغميس البسكويت لحتى يطلع عنا البسكويت ويطلع طعمته طيبة بالحليب. وهلا بعد ما حطينا طبقة بسكويت رح نحط عليها طبقة كريمة. وهلا بنحط طبقة بسكويت تاني. وهلا بعد ما انتهينا من وضع طبقات البسكويت وصار عنا الصوص جاهز وبارد، رح نسكبه فوق طبقة هالبسكويت. وهلا بعد ما انتهينا من تحضير كيك الباردي، طبعا حطيناها بالفريزر مدة ربع ساعة لحتى تبرد. فيكم تزينوها باللي بدكم اياه او فيكم ما تزينوها حسب الرغبة وحسب انتم ما بتريدوا.
وهلأ تم عندنا وقتها. شايفين على هالمنظر؟ شي غرام.